السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة عائلة اجتماعية بترحب بيكم، وإن شاء الله تنول إعجابكم بإذن الله. النهاردة هعمل لكم فول مدمس، الأكلة الشعبية بتاعتنا اللي كله بياكلها وكله بيحبها وكله بيحب يفطر بيها. إن شاء الله هعملها لكم بطريقة بسيطة وسهلة، وإن شاء الله لما تجربوها تعملوها على طول مش هتشتروا فول خالص من الشارع. هتجيبي نص كيلو فول ابيض فاتح، يكون حبايه كده كبيره عشان لما تيجي تعمليه ان شاء الله يبقى لونه ابيض وفاتح، ما يكونش غامق. ما تجيبيش الحبايه الفوله الغامقه السوداء او البني دي، ما تجيبهاش، دي بيبقى طعمها مش حلو. لكن هي الفوله دي البيضه الفاتحه دي ان شاء الله هتعجبك باذن الله في الاكل. وجزرايه متوسطه وست تومات وبصلتين مقطعين ومعلقتين عدس اصفر. يلا كده ان شاء الله نعملها باذن الله. هنحط الثوم في الكبه، الست تومات، هنحط الست تومات هنا في الكبة، وهنحط البصلتين مقطعين، بصلتين متوسطين، ونضربهم كويس في الكبة. او لو ما عندكيش كبة ممكن انتي تقطعيهم حتت صغيرة، مش مشكلة خالص. وممكن ممكن في الخلاط حبة مية وتمسكيه برضو وبعد كده بنقطع الجزرايه وبنحطها مع البصل ونضربها كويس، نقطعها حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين. يبقى احنا كده عملنا حطينا بصلتين مقطعين وحطينا ست تومات، وبعد كده قطعنا الجزرايه مع البصل والثوم، وبعد كده بنضربهم مجرد ان هم ينعموا شويه بس كده، عشان يبقى لما يستوي الفول يبقى مفيش اي حاجه. اهو متقطع قطع صغيره خالص اهو، عشان يبقى سهل جدا في السوي، ما يبقاش في حتت باينه في الفول ولا اي حاجه. بعد كده بنحط حله على البوتاجاز فيها ميه سخنه، وبعد كده بنحط الفول اهو. لازم تكون الميه سخنه بتغلي. بحط الفول ولع عليه، ولما يغلي كويس ابقى احط البصله مع الجزرايه مع الثوم بعد ما يغلي مع معلقتين العدس، اغطيهم. بعد كده بعد ما يغلي اسيبه شويه، بعد ما يغلي احط البصلتين والثوم والجزرايه المفرومه. الفول اهو قرب يغلي ان شاء الله. هنحط بقى
المية. انا هنا اهو غالية مية في حلة تانية ومجهزاها، بحيث اول ما المية تنقص ازود مية. يبقى هنا كده هسيبه يغلي ساعة، وبعد كده اشوف اذا كان عايز مية تانية ولا لا ازوده. جميل جدا، ريحته جميلة جدا جدا جدا. يعني هو الصراحة ريحته مش قادرة اقول لكم عليها. البصل مع الثوم مع الجزر مدي ريحة جميلة جدا جدا جدا. وهو لما بيتعمل في حلة كده بياخد وقته في السوا، بيستوي براحته، بحيث ان الحباية بتغلي براحتها، مش محطوط في حاجة صغيرة. طبعا المية بتبقى قليلة، كل شوية بتزودي مية كل شوية بتزودي مية، لكن هنا بتحطي المية بكمية كويسة. تبقى مغطية شوية كده الفول، وبيغلي براحته، والحلة بتبقى واسعة عن اي حاجة تانية صغيرة. وبعد كده لما بيستوي ممكن ان انت بتحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر، ووقت ما تحتاجي تطلعي كيس وتعمليه ان شاء الله وتاكليه بألف هنا وشفاء ان شاء الله. هنسيبه بقى على النار كده ساعة كمان. هو كده ان شاء الله دخل في السوا اهو بإذن الله. هنسيبه ساعة ونوطي عليه، يبقى يعني النار متوسطة، بحيث ان هو يستوي يبقى عجمية ان شاء الله. ونغطيه ونسيبه. قرب اهو، ابتدى ان هو يشرب ميته، وابتدى ان هي المية بتاعته تتقل، وابتدى ان هو يخش في السوا. هنزوده كده، عدى ساعتين، هنحط كمان شوية مية دافيين من اللي انا مسخناهم، وبعد كده نغطيه ونسيبه كمان ساعة كمان، ونوطي ونهدي النار ونسيبه لما يستوي خالص والمية بتاعته تتقل. عدى كده تقريبا 3 ساعات. حطيت نص ليمونة عشان يفضل فاتح، ما يبقاش غامق. ونقلب ونشوف عايز مية ولا لا. وكده خلاص اهو في مرحلة السوا. عدى كده 3 ساعات ونص ان شاء الله. ابتدت المية اهي تتقل بإذن الله. زي ما قلت لكم حطيت نص ليمونة صغيرة، ما عصرتهاش ولا حاجة، بس الليمون ده بيخلي لونه ابيض فاتح وما يبقاش غامق. بس ما بحطهاش في الاول، بحطها لما يجي يخش في السوا ان شاء الله. وكده ممكن نزود برضو شوية مية صغيرين، برضو مية من اللي هي السخنة المغلية. بسم الله ما شاء الله زي الفل. بإذن الله يكون يعجبكم بإذن الله. بس ما تنسوش ان شاء الله تشاركوا في القناة وتعملوا لايك، وما تنسوش تعليقاتكم الجميلة. ده اول فيديو انا اعمله في قناة العائلة الاجتماعية، هتبقى فيها كل حاجة ان شاء الله. هيبقى فيها بإذن الله وصفات للتخسيس ووصفات للسمنة. بإذن الله هيبقى فيها برضو أنواع أكل مختلفة إن شاء الله. هيبقى في معلومات دينية، هيبقى في معلومات ثقافية، هيبقى فيها إن شاء الله كل حاجة. كل المعلومات الشاملة اللي هي تنول إعجابكم بإذن الله. إزاي تقي نفسك من الأمراض داخل البيت وخارج البيت، ازاي دايما تطهر نفسك وتعقم نفسك. طبعا مصر والدول العالم كلها دلوقتي ماشية في موضوع، او كل الناس او كل اللي بيفكروا فيه
بيفكروا ازاي يعقموا نفسهم ويطهروا نفسهم لمنع ايه من المرض اللي هو الفيروس الكورونا الجديد ده. فان شاء الله ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ شعبنا يا رب، ويعدينا منه على خير، وبإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى هنعدي الأزمة دي إن شاء الله، وتكون مصر بخير ودايما بخير إن شاء الله. نسيبه شوية الفول بإذن الله على النار ونرجع له كمان ساعة. دلوقتي عدى 4 ساعات، بسم الله ما شاء الله اهو استوى اهو بقى جميل جدا. بصوا المية بتاعته جميلة، تقيل وحلو جميل جدا، فليه جميلة استوت بقت عجمية، فتح خالص اهو لونه فاتح جميل جدا. ألف هنا وشفا. اهو بسم الله ما شاء الله، فولية جميلة جدا جميل جدا جدا جدا. بألف هنا وشفا. نطفي عليه بقى. جميل جدا، الفولة زي ما هي اهو مفتحة وجميل بألف هنا وشفا. حطي بقى عليه ليمون بقى وزيت وطحينة وبألف هنا وشفا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. والباقي ده بإذن الله حطوه في اكياس وشيلوه في الفريزر، وكل ما تحبوا تحتاجوا ان انتوا تاكلوا ابقوا خدوا كيس وسيبوه شوية على المطبخ لما يفك خالص، وبعدين ابتدوا ان انتوا سخنوه كده وحطوا عليه زيت بقى، ليمون، طحينة، زي ما انتوا عايزين. بألف هنا وشفا. ما تنسوش ان انتوا بقى ان شاء الله تشاركوا بالقناة العائلة الاجتماعية، وان شاء الله لايكات وتعليقاتكم الجميلة، بإذن الله نكون عند حسن ظنكم. وجربوا ان شاء الله، ان وصفة جميلة جدا وبإذن الله تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.